لو رجعنا بالزمن لورا شوية أو شوية كتار يعني قبل اختراع الكمبيوتر، قبل ما يكون في كهرباء، قبل أي تطور تكنولوجي، لما كانت الناس بتعوز إنها تعد أي أرقام أو تعمل أي عملية حسابية كانوا بيعدوا على صوابعهم. حتى الأرقام الكبيرة، الأعداد الكبيرة بالنسبة لوقتهم، كانوا برضو بيعدوها على صوابعهم. بس الأعداد بدأت تكتر وبقى صعب إن هم يعدوا على صوابعهم. سنة 500 قبل الميلاد وتحديدا في الصين اخترعوا حاجة اسمها الأباقص، ودي كانت بداية كل حاجة وكل تطور تكنولوجي احنا فيه النهاردة. قبل كل التطور اللي احنا فيه ده كان مجرد لوح خشبي فيه صفوف من الخرز، كل خرزة فيهم بتتحرك يمين وشمال، وكل حركة من الحركات دي كان ليها رقم خاص بيها. هي كانت آلة حاسبة زي اللي بتاعت دلوقتي، بس كانت يدوية وبطيئة، بتاخد وقت كتير ومجهود أكتر. وطبعا الوقت الكتير والمجهود الأكتر اللي ضاعوا في استخدام الجهاز ده مراحوش على الفاضي، لأن كل تعب ومجهود بيجي بعدهم راحة كبيرة. والجهاز البطيء اللي بياخد وقت ومجهود ده هيكون هو السبب في التطور اللي احنا فيه دلوقتي. كل التطور التكنولوجي، كمبيوتر، AI، كل حاجة احنا عايشينها دلوقتي السبب فيها هو جهاز الأباقص اللي كان بيتعب الناس جدا وبياخد وقت ومجهود كتير. الحلو بقى ان الأباقص او بالعربي كده العداد ما وقفش في الصين وبس، لا ده راح الهند وعدى على الشرق الأوسط لحد ما وصل أوروبا. وهناك بقى عجبتهم الفكرة جدا وفكروا ان هم يطوروها. ومن هنا بقى بدأت الرحلة الطويلة من مجرد عد حصى لحد المعالجات اللي بتعمل تريليون عملية في الثانية. وفي المرحلة دي بدأ يظهر الشخص اللي هيغير كل حاجة، ويبدأ ان هو يغير الآلة ديت من مجرد عد يدوي إلى عد آلي. في القرن ال19 وبعد ما الأباقص ده كان انتشر وبقى العالم كله بيستخدمه وبقت هي الحاجة السائدة في الوقت ده، هيظهر العالم الإنجليزي تشارلز بابيج، واللي هيبدأ يفكر إزاي يخلي الآلة دي تعد لوحدها من غير ما احنا نتدخل. وبدأ إن هو يطبق الفكرة وعمل أول آلة وسماها ذا ديفرنس انجين، وده كان أول تصميم لآلة بتحسب أوتوماتيك. طبعا تشارلز ما وقفش عند كده، وبدأ إن هو يطور البروجكت بتاعه وبدأ يفكر في الفيرجن الجديدة اللي هيعملها من البروجكت ده. الفيرجن الجديدة هي مش هتكون بتحسب بس، وإنما هتكون بتنفذ أوامر مختلفة، وسماها اناليتيكال انجين. وده يعتبر التصميم الأول للكمبيوتر. ده كان مجرد تصميم بس ما كانش لسه اتصنع وبدأ فعلا ينفذ الأوامر ديت، كان مجرد تصميم أولي، وفي ميموري وفي بروسيسور وفي انبوت واوتبوت وكل حاجة بيعملها الكمبيوتر دلوقتي. بس طبعا كانت لسه فكرة بدائية، كان فاضل حاجة واحدة بس تخلي الجهاز ده يتنفذ فعليا ويشتغل، وهي البرمجة. وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو الجاي مع أول مبرمجة في التاريخ. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجاية، ولايك للفيديو ده. سلام.